السلام عليكم، نتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناه حلويات من مطبخي وهو شرمبروكه. ان شاء الله هذا رمضان يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الميني باغيت اللي كيجي رائع بواحد الحشوه اللي هي لذيذه. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم هاد الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك. وشكرا لكم وشكرا على تشجيعاتكم. ونمروا لطريقه التحضير. بسم الله. كما كتشوفوا هنا عندي واحد الكاس ديال الماء دافئ، كاس ديال العنبه. هنا عندي واحد الياغورت طبيعي، غادي نضيف عليهم واحد الملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه والقليل من الملح لتصحيح الذوق، وغادي نضيف عليهم ملعقه كبيره من السكر الخشن، وعندي راس ملعقه من الخميره ديال الحلويات. غادي نخلط المكونات مع بعض بالخلاط اليدوي كما كتشوفوا في الصوره. هنا هذا العجين غادي نحضره في العجانه كما كتشوفوا. هنا عندي ربع ديال الكأس ديال زيت المائدة، وغادي نخلط بالخلاط اليدوي باش يتجانسوا لي العناصر مع بعض. هنا كما كتشوفوا غادي نضيف كأس من الدقيق ابيض بعد ما غربلته. هنا هاد العجين عندي جوج ديال الكؤوس من الدقيق ابيض ونصف. صافي هنا بعد ما جمعت العجين كما كتشوفوا تحصلوا على واحد العجين ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش قاصح بزاف، باش تحصلوا على واحد الميني باغيت تحصلوا عليهم يكونوا خفاف. هنا بعد ما خليتها تخمر ضعف الحجم ديالها. هنا غادي نحاول نقطع العجين ديالي على هذا الشكل كما كتشوفوا. كل كره غادي ندير فيها 30 غرام او 20 غرام، يعني على الحجم اللي بغيتو نتوما. انا فضل نديرهم شويه 30 غرام. هنا كما كتشوفوا غادي ندير واحد الخبز ديال الهامبرغر، غادي نخليهم هكذا دوائر والنصف غادي نديرهم ميني باغيت كما كتشوفوا. هنا غادي نحاول نطلق الكره ديالي على هذا الشكل، وغادي نبسطها بالدلاك، وغادي نحاول نلويها على هذا الشكل كما كتشوفوا. طريقه سهله وبسيطه نديرها على شكل باغيت صافي، ونحطها في الصينيه اللي غادي ندخل الفرن. هنا غادي نشد الكره ديالي وغادي نحاول نبسطها مزيان، وغادي نحاول نلويها ونديرها على شكل باغيت. الشكل الثاني كما كتشوفوا درت فقط القليل منه. هنا عندي واحد الكره غادي نديرها بحال الشكل ديال السفنجه، نحاول نوسع هذاك الفراغ اللي في الوسط باش من ندخل على الفرن ما تسدش. صافي كما كتشوفوا بعد ما درتو العجين ديالي شكلته، هادو هما الحبات اللي حصلت عليهم. خليته يرتاح بعد ما ضاعف الحجم ديالو. ضروري يعني تخليوه في الاول يرتاح مزيان، والمره الثانيه ما غاديش ياخذ معكم بزاف ديال الوقت باش يرتاح. هنا كما كتشوفوا بعد ما دهنته بالقليل واحد صفار بيضه واحد الملعقه صغيره ديال ياغورت طبيعي، واحد القليل شويه ديال الصوجا فقط، ودهنتهم كاملين. نصف زينته بالشوفان والنصف الاخر بالجنجلان. وهاد ميني باغيت زينتهم بالزرارع مخلطين كما كتشوفوا. هنا ضروري الفرن يكون سخون مزيان من الاسفل ومن الاعلى. هنا انا سخنت الفرن على 200 درجه من الاعلى ومن الاسفل صافي، وندخلهم مباشره للفرن. صافي كي نشوفهم طابوا من الاسفل فقط نطلعهم للاعلى باش ياخذوا اللون ديالهم. كما كتشوفوا هنا بعد ما خرجتهم بالفرن كيجيو خفاف وكيجيو رائعين. انا متاكده الى جربتوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. الطريقه ديالهم سهلين وبساط وتقدروا تحتفظوا بهم في المجمد. كما كتشوفوا هنا غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوا من الداخل كي جاو خفاف بزاف وجاو رائعين. تقدروا تحتفظوا بهم مده طويله كيبقاو يعني هما ما تخافوش منهم يعني يقسحوا. تخرجهم بالفرن حاولوا تغطيوهم وتعمروهم بالحشوه اللي بغيتو. كما كتشوفوا غادي نمر معكم باش نحضر معكم الحشوه ديال الدجاج. هنا عندي واحد الصدر ديال الدجاج بعد ما غسلته بالحامض والملحه، قطعته الى قطع صغيره كما كتشوفوا. غادي نضيف التوابل، نضيف القليل من الفلفل الاسود، القليل من العطريه ديال الدجاج، والقليل من بودره ديال الثوم، والقليل ديال المعدنوس يابس، والقليل من السكينجبير. هنا غادي والقليل من زيت المائده. غادي نحاول نشحر الكل مع بعض كما كتشوفوا. هنا تقدروا تضيفوا عده اضافات، تقدروا تضيفوا فلفل الوان او البصله الا بغيتوا شويه شرموله تضيفوا معها البصله مشلضه. انا فضلت ندير الدجاج فقط صافي. وغادي بعد ما طيب نخليها على جنب. كما كتشوفوا بعد ما انتهيت بالميني باغيت ديالي هنا كاع حليتهم في الوسط كما كتشوفوا في الجنب.
غادي نحاول نعمرهم بداك الدجاج اللي حضرت معاكم. هنا غادي نضيف فيهم واحد الصلصه ديال الجيريان، او تقدروا تضيفوا المايونيز او اي صلصه كانت متوفره عندكم. صافي هنا بعد ما دهنته في الوسط كما كتشوفوا جميع الميني باغيت اللي حضرت معاكم غادي نحاول ندهنهم. انا هنا ضفت نصف الكميه صافي، وغادي نضيف الخس اخضر في الوسط كما كتشوفوا، وغادي نضيف الدجاج ديالي طريقه سهله وبسيطه، وغادي نزينوه بالفرماج. غادي نخليكم على فيديو حتى الشكل النهائي ديال هاد الميني باغيت اللي حضرت معاكم. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا بعد ما انتهيت كامل بميني باغيت اللي حضرت معكم، هذا هو الشكل النهائي ديال الميني باغيت اللي حضرت معكم. كيجيو رائعين وتقدروا تحتفظوا بهم هكا خاويين، تحتفظوا بهم في واحد البلاستيكه يعني توضعوهم في المجمد كيبقاو هما. تقدروا تعمروهم باي حشوه كانت متوفره عندكم، ماشي ضروري هاد الدجاج ولا اي حشوه كانت متوفره عندكم تضيفوها، او بالطون كيجيو رائعين، المذاق ديالهم رائع. هنا كما كتشوفوا بعد ما عمرتهم بالدجاج زينتهم بالفرماج. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف، شكرا على التعليقات الزوينه اللي كتخليو لي، كنشكركم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.